يا إلهي! المعلمة طلبت مني كتابة موضوعًا عن أهم ملوك الأسرة الأولى، ولكن كيف سأكتب عن الملك مينا نرمر؟ هذا موضوع صعب. ما هذه الساعة؟ لم أرها من قبل. يبدو عليها ساعة قديمة. ما هذا؟ لماذا الغرفة تهتز بهذه الطريقة العجيبة؟ وما هذا الضوء الساطع؟ يبدو أن الفتاة التي كانت تتهرب من واجبات التعريف ستذهب بنفسها لتصنع تعريفا لها. يبدو أن هذه الساعة ليست مجرد ساعة عادية. أتذكر أني قرأت عن هذا في مادة الفيزياء. يبدو أني على وشك بدء مغامرة جديدة، ويبدو أنها ستكون في مصر القديمة. هذا رائع. لم أرى هذا في حياتي من قبل. من أنت؟ ومن أين جئت؟ لاحظت مجيئك بطريقة عجيبة. يبدو أنك لست من هذا الزمان، لكن أنت جئت في وقت هام. الملك مينا يوحد مصر في هذه اللحظة. تعالي معي سأريك. البيوت جميلة جدا، والنيل يشبه الطريق السريع. الجميع هنا يعتمد عليه. النيل هو مصدر الحياة هنا. بدون النيل لا حياة لنا، والنيل الذي تروى منه الأقاليم القبلية نيلا خاصا يسمى بائح عبرسيت. لولاه لما استطاع النيل المخصص للوجه البحري إيفاء الحاجة لأقاليمه. أما هذا فهو سوق، حيث يبيع الناس القمح والفخار والأقمشة والمجوهرات. وبعد توحيد مصر أصبح من السهل التجارة بين الشمال والجنوب. من الجنوب نرسل القمح، ومن الشمال يأتينا الفخار والمجوهرات. إنه مثل التسوق عبر الإنترنت، ولكن بالطريقة القديمة، عبر النيل، وليس الإنترنت. هذه معابد ضخمة مزخرفة بالتماثيل والهيروغليفية. رائع. يوجد كهنة أيضا في المعبد. أعتقد أنهم يكتبون على أوراق البردي. حتحور، ماذا تسجلون على هذه الأوراق؟ ليلى، المعابد ليست فقط للعبادات، بل لتسجيل الأحداث الهامة على أوراق البردي. لقد كتبوها باستخدام الحبر وأقلام من القصب، وسجلوا على البردي القوانين والوصايا والأدوية والنصائح الطبية والقصص الأساطير. أوراق البردي تبدو وكأنها أوراق، لكنها أكثر خشونة. أتعلم يا حتحور؟ بالرغم من التقدم العلمي الهائل في الزمن الذي أعيش فيه، لكن لم أرى حضارة وثقافة عظيمة مثل حضارة المصريين القدماء. في ساحة كبيرة يجتمع الناس للاحتفال بتوحيد مصر. يظهر الملك النارمر جالسا على عرشه، وهو يرتدي التاج المزدوج الذي يرمز لتوحيد مصر، التاج الأبيض الذي يمثل مصر العليا الجنوب، والتاج الأحمر الذي يمثل مصر السفلى الشمال. إنه يبدو قويا جدا. والتاج الذي يرتديه، إنه رمز رائع للوحدة. انظر يا حتحور. الملك مينا يرفع يده. يبدو أنه سيلقي خطابة على الشعب. اليوم نبدأ فصلا جديدا في تاريخنا. مصر العليا والسفل متحدتان الآن. معا سنبني حضارة عظيمة ونزدهر بالتجارة والعمل الجماعي. الآن بعد أن توحدت مصر، أصبح الشمال والجنوب يعملان معا. هذا سيجعلنا أقوى. هذه السفن التي تبحر في النيل محملة بالبضائع. لم تعد بلادنا مقسمة بعد الآن. حتحور، انظر إلى الساعة الرملية. إنها تضيء مرة أخرى. يبدوانه موعد رحيلي. ودعا يا حتحور. سأشتاق إلى مصر القديمة كثير آوال شعبها وحكامها. سأخبر الجميع عنكم وعن حضارتكم وعن هذه المغامرات.